مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الخبر الجديد وهذا عنوانه: أستاذ مغربي وسط جنيف السويسرية يفضح العدالة الانتقالية في الجزائر، وهذا ما قاله. قبل ما نبدا في التفاصيل ما تنساش دير جيم واشتراك باش تكون انت الاول اللي كتوصل بالاخبار المغربية دائما. الى التفاصيل. قال محمد الزهاوي أستاذ العلوم السياسية إن العدالة الانتقالية في الجزائر شعار مفروغ المحتوى توخت منه السلطات القائمة إدارة أزمة أمنية وسياسية. وأوضح الزهاوي على هامش مشاركته أمس في ندوة بجنيف حول العدالة الانتقالية بالجزائر أن استدعاء الإطار المرجعي للعدالة الانتقالية بمفاهيمها ومعاييرها التي تم تقييدها على مدى عقود طويلة من التراكم النظري والعملي في المنتظم الدولي يحمل على القول أن العدالة الانتقالية غائبة والأمر يتعلق أساسا بتدبير أزمة أمنية وسياسية.